خريستوس أنستي إليثوس أنستي. كل سنة وكل القبط المسيحيين طيبين وبألف صحة وألف خير وبعودة ليهم. وبرضو كل سنة وكل القبط المسيحيين والقبط المسلمين طيبين علشان عيد شم النسيم. في اعتقاد سائد عند أغلب الناس بأن في علاقة ما بين عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، على الرغم من أن عيد القيامة المجيد ده عيد ديني، إنما عيد شم النسيم ده عيد قومي وطني. وفي الحقيقة أن عيد شم النسيم ما كانش بيتم الاحتفال بيه بعد عيد القيامة المجيد إلا بعد استقرار المسيحية في مصر. طيب كان إمتى ميعاده الأصلي؟ ميعاده الأصلي يا سيدي كان يوم 12 برمهات، واللي غالبا ما بيوافق يوم 21 مارس، بس ساعات بيجي بعده بيوم أو يومين، وده علشان الاختلاف اللي حصل أو التعديل اللي حصل في التقويم اليولياني واللي بقى اسمه التقويم الجريجوري بعد القرن ال16 الميلادي. فاختلف توافق السنة الميلادية أو الجريجورية الكبيسة مع السنة القبطية الكبيسة. بس برضو احنا ليه بنحتفل بشم النسيم بعد عيد القيامة؟ وإيه اللي خلاه يتأخر من 12 برمهات ل 25 برمودا أو 28 برمودا؟ شم النسيم تم ترحيله من شهر برمهات لشهر برمودا علشان القبط المسيحيين كانوا بيبقوا صايمين في شهر برمهات، فما يقدروش ياكلوا البيض والفسيخ والملوحة مع إخوانهم القبط اللي كانوا لسه ما تنقوش الإيمان التوحيدي المسيحي. فالحكماء من أجدادنا اتفقوا على أنه يأجلوا الاحتفال بيه لبعد فطار القبط المسيحيين، وكمان علشان يبقى عيد قومي لكل القبط يتلموا فيه ويبقى فيه نوع من التسامح، أو يرجع التسامح والمحبة ما بين القبط تاني. وده ليه برضو؟ لأن كان حصل أيام دقلديانوس أو أيام الإمبراطور الروماني دقلديانوس اضطهاد لمعتنقي الإيمان التوحيدي المسيحي في كل الإمبراطورية الرومانية. وكان دقلديانوس طلع منشور في فبراير سنة 303 بيقول إن تتم هدم جميع الكنايس بتاعة معتنقي العقيدة المسيحية دي، ويتم حرق الكتب المقدسة. وبعده بشهر يعني في مارس 303 ألحق بالمنشور ده منشورين تانيين. الأولاني كان بيقضي بالقبض على كل رؤساء الكنايس، والتاني بيقضي بضرورة تعذيب المسجونين أو المقبوض عليهم دول علشان يرتدوا عن الإيمان التوحيدي. برضو إيه العلاقة ما بين الكلام اللي أنا بقوله وإن إحنا بنحتفل بشم النسيم بعد عيد القيامة المجيد، وإن تم تأجيل شم النسيم من برمهات لبرمودا؟ اصبروا عليها، أنا جاي لكم في الكلام أهو. اللي حصل إن بعد دقلديانوس ما مات سنة 311 جه الإمبراطور قسطنطين الأكبر واعترف بالمسيحية ديانة رسمية للدولة. فطبعا المسيحيين اللي كانوا مضطهدين عبروا عن الكبت اللي كان جواهم من الاضطهاد، وده طلع على الشعب. فحصل هنا في اسكندرية مواجهات دامية ما بين القبط اللي كانوا معتنقين الإيمان التوحيدي المسيحي وما بين القبط اللي ما كانوش لسه دخلوا في الإيمان التوحيدي.
من أكتر المواجهات مأساوية واللي وصلتنا كان هو اللي حصل في سنة 415 ميلاديا، اللي في الأحداث دي اتقتلت الفيلسوفة الإسكندرانية هيباتيا بعد ما تم نشر إشاعة إن هي ملحدة وإن هي بتمارس السحر. وده كان في عهد البابا كورولوس الأول بابا الإسكندرية. وقصة قتل الفيلسوفة هيباتيا ده ممكن نتكلم عنه في فيديو تاني. المهم علشان ما تحصلش الأحداث الدامية دي ما بين الإخوة، ما بين القبط كشعب، ويتم التفتيت الوحدة الوطنية ما بينهم، وده طبعا كان في صالح السلطة الحاكمة اللي هي السلطة الرومانية في الوقت ده. فاتفق الحكماء من أجدادنا إن لازم يبقى في يوم يتم اعتباره يوم تجميعة وطنية أو يوم وطني ليتجمع فيه القبط المسيحيين والقبط اللي كانوا لسه على عقائدهم القديمة، وياكلوا فيه مع بعض، ويبقى يوم محبة وتسامح. فاتفقوا ان اليوم ده يبقى هو يوم شم النسيم اللي كان الاجداد بيحتفلوا بيه في شهر برمهات، ان هم يأجلوه لبعد فطار القبط المسيحيين بعد عيد القيامة المجيد، ويتم الاحتفال بيه في شهر برمودا علشان يبقى يوم محبة وتسامح ما بين القبط كلهم. وبس يا سيدي، دي كانت قصة احنا ليه بنحتفل بشم النسيم بعد عيد القيامة المجيد. وخريستوس أنستي إليثوس أنستي، كل سنة وكلنا طيبين وبنحب بعض يا رب آمين. كان معاكم داليا سعد الدين، أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.